السلام عليكم. اللي ما جرباتش هاد الفقاص بهاد الزرارع ما جربتي والو اختي صاحبتي. نوضي تقعدي وجربي ليا هاد الفقاص. فيه واحد المزيج ديال الزرارع ما يطيحوش لك على البال. شوفوا كي كتجي الفقاصه مذهبه وغزاله وعامره بالزرارع. يعني الفقاصه كتهزوها عوض ما يكون فيها عين اللوز، كيكون فيها واحد المزيج ديال الزرارع كيعطيو واحد البنه غزاله. غير جربوا هاد الفقاص وردوا عليا الخبر، راه انا ملي درت هاد المزيج ديال الزرارع ما بقيتش كنستغنى عليه. هنا كي كتلاحظوا عندي الزنجلان، عندي النافع، عندي اللوز، زريعه الكتان، زريعه القرعه والنافع. هنا كنت بغيت ندير حتى الزريعه لديك الكحله اللي كتكون منقيه ولكن ما لقيتهاش. درت واحد القبيصه ديال الملحه، وعندي 6 ديال البيضات مهزوز منهم صفير ديال البيضه باش ندهن به. هذيك الزلافه غنمشي نعمرها بالزيت وبالسنيده. هاد القياس اللي عطيتكم تقريبا راه كيعطيكم كميه يعني لا باس بها. يعني تقريبا هاد الكميه ديال زلافه من الحاجه يعني كيهز لكم اكثر من كيلو ديال الطحين. يعني غتكون الكميه تقريبا شي كيلو ونص هكاك ديال الطحين. هنا عندي كيلو، عفوا، زلافه ديال السنيده. صافي وغادي نحرك هاد الزرارع بعد ما غير كتنقيوهم، يعني ماشي كتحمروهم ولا اللوز تتنقي ولا فيه شي عضيم ولا شي حاجه. الزنجلان كذلك. انا بالنسبه للكميه ديال الزرارع درت تقريبا 5 دراهم ديال الزنجلان، و5 دراهم ديال اللوز، و5 دراهم ديال زريعه القرعه. وبقيه الزرارع درت منهم غير 2 دراهم، 2 دراهم نافع، 2 دراهم زريعه الكتان، و2 دراهم ديال حبه حلاوه. صافي راه غير هاد الكميه تبارك الله، هاد المزيج ديال الزرارع راه تبارك الله كتجي يعني باينه في الفقاص. هنا كي كتلاحظوا بعد ما كتحركوا مزيان حتى تحسوا بالخليط ولات فيه ديك الرغوه، يعني ديك السنيده وداك البيض يعني كتحسوا بيه صافي نساجم. بالنسبه للدقيق، انا هنا كناخذ دقيق من الخنشه تقريبا كيلو ورابعه، كيلو ونص. كتدخل لكم هاد الكميه كل واحد والدقيق اللي عنده. كاين الدقيق اللي كيتشرب دغيا، وكاين الدقيق اللي كاينه العجينه اللي كتهز لكم الدقيق. وبالنسبه للخماره درت ساشيه وحده ديال الخماره. صافي هنا غادي نبقى نرش شويه بشويه ديال الدقيق صافي، وكنجمع العجينه ديال الفقاص. راكم عارفين يعني شويه كتكون كتلصق في اليدين حتى كتحسوا بها صافي تجمعات. عاد كتحيدوا يديكم ديك البقايا ديال العجينه صافي، وكديروا شويه الزويته في يديكم وكتجمعوها. هنا العجينه ديالي بعد ما تجمعت كي كتلاحظوا كديري غير زويته، ما تديريش العجينه فيها الزيت كامله من الداخل. ديري غير يدك عمريها بشويه الزويت صافي، جمعي العجينه تكون ما قاصحاش بزاف وما رطباش. هنا قسمتهم على 3. كي كتلاحظوا راه عندي الكميه وفيره، يعني تقريبا شي كيلو ونص ديال الدقيق اللي هزت ليا. هاد المقادير تقدر تهز لكم ما بين كيلو ديال الدقيق حتى الكيلو رابعه. صافي هنا غادي نحربل هادوك لي مورسو ديالي، كتحربلوهم غير بشويه باش كتجيكم التحربيله مقاده. يعني ماشي الوسط يكون مقاد والجناب يكونوا طايحين، يعني تقاديده وحده. هنا بعد ما حربلت دوك 3 ديال لي مورسو كي كتشوفوا تبارك الله، راه انا عندي الطاوه كبيره ودرتهم على الطول، ما درتش العرض. يعني درت 3 ديال لي مورسو تبارك الله راه كبيبرين شويه. صافي هنا غادي ندهن ديك اصفر بيضه اللي كنت قلت لكم عزلتها مع شويه ديال الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان. انا هنا عندي غير واحد الميكه خفيفه، ما عنديش شيته ديال هذا. صافي غادي ديبانيو باي حاجه عندكم ماشي مشكل. كدهنوا الفقاص ديالكم وكتشرطوه بطبيعه الحال عادي. الشكل تتشرطوه شكل طولي ولا شكل عرضي ولا موج، كله شنو كيبغي يشرط الفقاص. وهنا الفقاص بعد ما كنبغيو ندخلوه للفران كنقصوا درجه الحراره بحال كنطيبوا كيكه، تماما بحال الطياب ديال الكيكه. كتدخلي اختي الطاوه ديالك للفران، عاد تتشعلي البوطه كتنقصيها، كتخلي الفقاص ديالك يطيب على خاطره باش هذاك النقصان ديال الفران ما كيطيبش لك دغيا، ما كيتفرقعش لك من الوسط، كيجي مفرقع وما يعني ما كيخسرش لك. يعني لي مورسو كيطيب حبه يعني قياس واحد.
ها نتوما كي كتشوفوا بعد ما طيبت الفقاص ديالي، يعني نص طيبه، فران منقوص، كيجي الفقاص طيب يعني قياس واحد، ماشي شي غليظ جهه غليظه وجهه رقيقه. صافي هنا غادي ندوزو بالتقطاع بطبيعه الحال. انا راه خرجته من الفران، راه تقريبا دابا راه باقي شويه دافي. كان عندي شويه الريح في السرجم، حطيته في السرجم، غطيته بواحد السربيته دغيا، يعني ما بقاش ليا طايب سخون، وبديت نقرد فيه ساعته غادي نطيبه. هنا كي كتلاحظوا راه بدون اي كسور. انا ما عمري خليت الفقاص ديالي تابات، من غير الا كنت شي مره مزروبه بغيت نطيبو في الليل حتى الغدا ونقرضو ماشي مشكل، يعني تخليو الفقاص يبات على ود القطاع ديالو باش ما يتهرش لكم، لا داكشي تيبقى من العجينه ومن الطياب ديال الفقاص. هنا غادي نقرد لي مورسو كاملين كي كتشوفوا بدون اي كسور. انا هنا تعمدت نكمل لكم الفيديو ما نقطعو ما حتى شي حاجه باش تشوفوا الفقاص بدون اي كسره، ما تهرست ليا حتى وحده، ما ضاعت حتى فشي وحيده نهائيا. صافي غادي نقطع لي مورسو، عاد نجيب الطاوات نستف فيهم الفقاص. هنا الطريقه ديال التستاف كي كتلاحظوا راه ساهله، كتستفوا يعني حتى الطريقه ديال التستاف راه تيكون الفقاص يعني جامع راسو، يعني ما غيتهرس لكم حتى ملي غتبغيو تحمروه وتقلبوه ما غتهرس لكم وحده ما حتى شي حاجه. الفقاص ديالنا ندخلوه يا اختي الفران يتحمر لينا ونقلبوه عاوتاني بالطريقه ديال التحمار. هنا هذاك لي مورسو اللي باقيين ليا. بالنسبه للطريقه كيف ما قلت لكم ديال التحمار، يعني ضروري درجه الحراره مهيله، ما نحرقوش الفقاص، نقصوا البوطه ونخليو الطاوه ديالنا والبوطه على وجهها. بالنسبه اللي عندها فران ديال الغاز يعني تشعلوا البوطه وتحطوا الطاوه لتحت. صافي تبدا تبان لكم فقاصه تحمرت، تقلبوها على الجهه الاخرى تحمر. دقيق ديالنا بعد ما طابوا، شوفوا اللون الذهبي غزال، واحد الرائحه فنه ديال دوك الزرارع، وبالخصوص ديك الزريعه ديال القرعه كتجي بنينه في الفقاصه، جربوها هذيك تاكلوها عيب وحدها بنينه. تنتمنى الفيديو يعجبكم وسمحوا لي الا طولت عليكم، ودائما لا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من التعاليق واشتركوا في القناه لا عجبتكم بطبيعه الحال. خليتكم على خير وبصحتكم وراحتكم في دقيق.